الفيديو. جرات العاده يا يسر كيف نحبوا نحكيوا على خرافات والحكايات الشعبيه وفنونها والتراث الشفوي بصفه عامه، ما نجموش نواصلوا الحديث من غير ما نحكيوا على المرحوم الصحافي عبد العزيز العروي. شكون ما يعرفوش؟ واكثر حاجه معروف بها هي اسماره وحكاياته في الاذاعه الوطنيه، وقت كانت افراد العائلات التونسيه يدوروا على الراديو من كل شيره وجانب ويبداوا يسكتوا في بعضهم باش ما يفوتهم شيء من الحكايه، خاصه بعد ضربه طانج اللي تعودوا الناس يشوفوها في اول الحكايه وفي اخرها. اما قبل ما نحكي لكم على يمكن انتم ما تعرفوش على العروي، نحب نذكركم اللي هو تولد عام 1898 وتوفى عام 1971. قرأ مرحلة الابتدائي في المستير، وبعد ما كملها التحق بالعاصمة وكمل قراءته في المدرسة الثانوية الصادقية. دخل بعدها إدارة الأعمال ككاتب، عدى فيها مديدة وبعد خرج بعد ما حس أن الإدارة ما هي الجو، ودخل في تجربة جديدة هي إدارة مطبعة وجريدة النهضة في 1927 و 1928. من وقتها بدأت رحلته مع الصحافة والإعلام، وكانت كل تجربة تهز لتجربة أخرى، كما إصداره جريدة الهلال، وقعدت سنوات في جريدة الصباح الصغير لو بيتي ماتان الصادرة باللغة الفرنسية. المرحوم عبد العزيز العروي كان من جماعة تحت السور مع كل اللي نعرفوهم من علي الدعاجي وبيرم التونسي وغيرهم. في عام 38 التحق الصحافي عبد العزيز العروي بالإذاعة التونسية سنة تأسيسها، ومن الأول خدم مذيع ومحرر في قسم الأخبار، ومن العام بدأ يتحس في طريقه في جمال نبرة صوته، وحس في الاخر اللي مكانه الطبيعي هي الإذاعة ورا المسرح، هو يحكي والناس تسمع فيه. في نهار من النهارات وهو يقدم الأخبار بالعربية الفصحى مستانس، جاء إحساس كله رغبة أنه يجرب حاجة يمكن وقتها تتسمى عملية خطيرة فيها برشا جرأة. تصوروا شنو حب يجرب. ركبت له نهار باش يقدم البلاغات المحلية والأخبار بالدارجة التونسية، وصار العمل هكاكا، وقامت القيامة وتفاوتت الآراء بين مؤيد وبين اللي مش عاجبه الحال، واللي غالب في الاخر هو المؤيد على خاطر الاخبار تبسطت والمعلومه تبسطت وقريب برشا من وذنين المستمعين، حتى لين ولات عنده حصه يقبل فيها اشكاوي الناس ومطالبهم بالبوسطه. ومن وقتها جاتك القوله اشكيل العروي، فر اشكيل العروي، وزادت قوه شعبيته وحكايته وسط القصر. والرئيس الحبيب بورقيبه الله يرحمه وقتها تركيزه الكل في بناء الدوله الفتيه، خاصه بعد الاستقلال، وكان نشوف في بناء الدوله يبدا اساسا بالتعليم والصحه وبناء مجتمع التونسي جديد ومقومات جديده، وكان وقتها يحتاج الاعلام يبلغ الصوت هذايا، وما لقاش خير من المرحوم عبد العزيز العروي يبلغ هالمساجات هذه. كان يحل اقواس في كل حكايه، يحكي مره على الصحه، يحكي مره على التعليم الى غير ذلك. وتعرفت بعد بحكايه العروي، ورغم انه من التراث العالمي كانت عنده بصمه العروي واضحه، وتسجلوا هالحكايات وتصوروا بعد في التلفزه في سلسلات تلفزيه. في الاخر نقول المرحوم عبد العزيز العروي قدم خدمه كبيره للتراث الشفوي من الحكايات الشعبيه، وحفظ منهم الكثير من الاندثار. في عام 1971 توفى العروي وانتقل الى الرفيق الاعلى، ولكن ما توفى كان جسد، وباش تقعد ديما اعماله وحكاياته ونبره صوته خالده وراسخه في اذهاننا ووذنينا الى الابد. هذا هو. شكرا لك هشام، يعطيك الصحة. العروي قامة كبيرة، يعني فنان شامل، هو الحس النقدي اللي عنده، يعني كي باش نحكيو عليه لازمنا نخصوا له يذول حصص وما يوفيوش حقه، لكن هي لمسة وفاة فقط. أنا ديما نقول الفقرة هذه تقاوم داء النسيان، هكا نحلوا شميعة على الشخصية، وانتم تزيدوا كان تبحثوا وعندكم المجال باش تبحثوا اكثر على كل شخصيه. هذا هو احنا راهو في الحقيقه زاد هذا الكل عندنا برشا اقامات وبرشا اسماء كبيره اللي الجيل الحالي لازم يتعرف عليها ويعرفها، حتى وكان هكا في محاوله منا في البرنامج، ونجم تكون فما برامج اخرى اللي تتعمق اكثر في كل شخصيه. هذه برنامج خدماتي من بين الخدمات التعريف بالشخصيه. هذا شكرا لك هشام.